إدمان الشعور بالذنب والتغلب عليه لجويس ماير. بدأ الكاتب كتابه بتعريف الإدمان. الإدمان هو كل اللي بيسيطر عليك وتحس بالعجز في عدم وجوده، أو أي فعل بتعمله علشان تتخلص من الشعور بالألم أو الضغوط النفسية. وللإدمان أنواع كتير ومنهم الشعور بالذنب. وبيسأل الكاتب يا ترى إيه مصدر الشعور بالذنب؟ وبيقول إن الكتاب المقدس بيسمي الشيطان بالمشتكي لأنه بيحاول دايماً يخلينا نشعر بالذنب، لكن الله عايزنا نشعر بالحب والغفران لأن خطايانا اتغفرت ودفع يسوع تمنها على الصليب، فمات المسيح وقام وجلس عن يمين الله يشفع فينا. فإن كنت ابن الله مهما كانت حالتك تقدر تلجأ ليسوع اللي دفع تمن خطاياك وبررك. وفي رومية 8 عدد 33 مكتوب: من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. وبيوضح الكاتب إن كتير من الناس عايشين إدمان الشعور بالذنب، يمكن بسبب أمر صعب عملوه في ماضيهم، لكن الغريب إن كتير بيدمن الشعور بالذنب حتى لو ما عملوش حاجة غلط. زي اللي اتعرض للاعتداء الجنسي في الماضي، بيتوهموا الذنب ويحسوا إن اللي حصل ده كان بسبب حاجة غلط هم عملوها. والناس اللي بيدمنوا الشعور بالذنب ممكن يوصلوا لمرحلة إن حتى استمتاعهم بالحياة بيخليهم يحسوا بالذنب، ومش بيحسوا بالسلام غير لما يرضى عنهم كل الناس ويقدروهم. وقال الكاتب إن واحد من مشكلات إدمان الشعور بالذنب هو التركيز على الذات، فالمصابين بيه بيفكروا في نفسهم معظم الوقت. وهنا بيسأل الكاتب يا ترى إيه علاج إدمان الشعور بالذنب؟ أول حاجة محتاج تعملها إنك تحول نظرك من نفسك والغلط اللي فيك ليسوع، لأنه أخد مكانك ودفع دينك وفتح ليك سجن الذنب علشان تخرج منه وتعيش حر. تاني أمر، اطلب من الله إنه يحررك من عبودية الشعور بالذنب، وسيب روحه القدوس يقودك للحق ويشفي أعماقك وينور ذهنك. تالت أمر، اقرأ الكتاب المقدس، لأنه مكتوب إن الحق بيحررنا وكلمة الله هي الحق، يعني بالتأكيد نقدر نعيش من غير تأنيب أو تعيير ونظهر قدام الله غير ملامين. تعرفون الحق والحق يحرركم، يوحنا 8:32. جدد ذهنك بدراسة كلمة الله وتعلم تفكر بطريقة مختلفة، وبالتدريج هتلاقي أفكارك الجديدة بتتحكم في شعورك بالذنب. رابع أمر، صدق الحق في كلمة الله مش مشاعرك، لأن إبليس كتير بيستخدم المشاعر عشان يخدعك بيها، فما تسمحش لمشاعرك تتحكم فيك. قارنها بكلمة الله وارفع كلمته فوق مشاعرك، وافتكر إنك تقدر تاخد القرار الصح بصرف النظر عن اللي بتشعر بيه، وده هيخلي الإدمان يفقد قوته وسيطرته عليك. وبيأكد الكاتب إن الأمر مش بيحصل في لحظة لكن بالتدريج، بس محتاج تعترف بإنك مدمن الشعور بالذنب، وصلي واطلب من ربنا يحررك بقوته ومعونته، وابتدي معاه خطوات العلاج. الكتاب مليان بالتفاصيل الحلوة، بنشجعك تشتريه وتقراه، وأكيد هتستفاد أكتر لما تطلع عليه بالتفصيل. ربنا معاك.